تخيل يا أخي سخرية القدر إنك أنت في ماتش بتلعب فيه من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، وأول لمسة للاعب ينزل اللي الجماهير كلها كانت بتهاجمه، وأنا واحد من الناس اللي باهاجمه، وما حدش عارف مستوى نهايته مع ليفربول هيعمل إيه، هل هو مكمل، هل هو ماشي، هو اللي يجيب لك جول الفوز، وهو اللاعب اللي يجري على الجماهير ويقول لهم إحنا كسبنا وأنا عايز آخد الدوري مع ليفربول. أرنولد. أرنولد لاعب ليفربول هو اللي بيجيب الجول، وبيحط رجل ليفربول خلاص هو ماسك على منصة التتويج، هو ليفربول ماسك الكاس بإيديه، ماسك الكاس بإيده، وبيقول أنا فاضل لي ماتش واحد بغض النظر عن أرسنال يكسب، أرسنال يخسر، أنا فاضل لي ماتش واحد. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد عبد الموجود، وفيديو جديد هنتكلم فيه عن فوز ليفربول النهارده على ليستر سيتي. وخلاص هانت، فاضل على الحلو دقة، فاضل على الحلو دقة، وليفربول يتوج رسميا بلقب الدوري الانجليزي قدام ماتشه القادم قدام توتنهام. لو قدر يكسب ان شاء الله ليفربول الماتش الجاي، خلاص يبقى ليفربول هو بطل الدوري، بغض النظر عن أرسنال، وبغض النظر عن ماتشات أرسنال. وخلاص هانت، بُص ده إحنا بنلعب يعني تحس إن اللعيبة إيه، عايزين نعدّي الموسم بقى ده يا جماعة، إحنا تعبنا، خلّينا نخلّص، مش مهم الأداء، أنا مش فارق معايا الأداء، مش فارق معايا أي حاجة، فارق معايا إن شاء الله نكسب الدوري. وبما إن إحنا بنتكلم عن ليفربول وفوز ليفربول، ولو بتشوفنا يبقى أكيد لازم تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وتكتب لنا الكومنتات، وتولع الدنيا معانا، وتقول لنا كلمتين حلوين عن ليفربول بغض النظر عن المستوى بتاع الأداء النهارده، وبغض النظر عن الماتش، بس قُل لنا كلمتين حلوين. اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وخلّينا إيه، عشان نحتفل مع بعض لمّا الدوري إن شاء الله ليفربول يكسب. أول حاجة قبل ما أبدأ أتكلم عن ليفربول، هاتكلم بس على الماتشات بتاعة النهارده اللي كانت بتتلعب. كان في طبعًا في نفس الوقت كان في 3 ماتشات، ماتش أرسنال وإبسويتش تاون، أو إبسويتش تاون وأرسنال بما إن الماتش كان في ملعب إبسويتش، وماتش فولهام وتشيلسي، ومان يونايتد وولفرهامبتون. طبعًا أرسنال كسب 4-0، يعني إبسويتش خلاص هو already من الفرق اللي هبطت، وأنا زعلان أوي على إبسويتش تاون، لإن الناس اللي كانت اتفرّجت معانا وإحنا بنعمل البودكاست مع مصطفى، كُنّا اتكلّمنا على إن الفريق ده فعلًا بيلعب كورة حلوة، ولكن وللأسف مش محظوظ إن هو يكسب. وزعلان كمان على سام مرسي بحُكم إن هو لاعب مصري وبيلعب في إبسويتش، وهبوطه للدوري الدرجة التانية هيبقى مش حاجة يعني أنا ما كنتش باتمناها تحصل سام مرسي. ماتش كان من اتجاه واحد، إبسويتش كان أحيانًا بيحاول، ولكن في الآخر أرسنال بخبراته، بلعيبته، بالكفاءات اللي عنده، قدر إن هو يحسم الماتش، بالذات بعد ما حصل عملية الطرد للاعب إبسويتش بعد هدفين، 2-0 لأرسنال وحالة طرد، يعني صعّبت المأمورية كتير على إبسويتش إن هو يعود في الماتش، ولكن كان بيحاول، ولكن زي ما قُلت لكم الماتش كان في اتجاه واحد، وأرسنال بيقول يعني أنا هاحاول إن أنا على الأقل أأمِّن المركز التاني، مش عايز أخسر المركز التاني، بغض النظر عن إن أنا خلاص فقدت حظوظي في اللقب، ولكن على الأقل أطلع في المركز التاني. الماتش التاني كان ماتش فولهام وتشيلسي، والماتش ده كان حلو أوي، 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 أوي. وفعلًا كل يوم ماركو سيلفا بيلعب ماتشات حلوة، ولكن النهارده ما كانش محظوظ خالص يا جماعة. نتفرّج على ماتش فولهام وتشيلسي. فولهام كان الشوط الأولاني قوي جدًا هجوميًا، قوي جدًا دفاعيًا، هو اللي متحكم في رتم المباراة، جاب جول وضيّع أكتر من جول، ولكن تشيلسي كان بيحاول إن هو شوية، شوية يرجع للماتش. والكورة بقى لمّا تكرمك، عارف أنت لمّا يكون إيه، أمك وأبوك داعيين لك وفاهم وقايلين لك روح يا ابني ربنا يرضى عنك، ده اللي حصل مع ماريسكا مدرب تشيلسي، اللاعب اللي غيّره جورج I think اسمه كده، أول لمسة ليه شاطها هوب جول، التعادل 1-1 في الدقيقة 82. ومن بعد كده بدأ تشيلسي يحاول إن هو يضغط على فولهام، إن هو يحاول يسجّل الهدف التاني. في الوقت ده حسّيت إن فولهام أوكي تمام، أنا دلوقتي مش عايز أخسر، أنا مقتنع بالنتيجة بتاعة 1-1، فخلاص تمام أنا يا جماعة مش عايز أخسر، ولكن للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فكورة يعدّي فيها بالمر يلعبها لإنزو، إنزو يلعبها بالعرض، يخش بيدرو نيتو يلِف ويعمل شوطة
رائع، هو الجول كلّه في حد ذاته اللفة الدوران بالشوطة حاجة جميلة، وبيدرو نيتو من اللعيبة الجميلة، وأنا من زمان كان نِفْسي إن بيدرو نيتو ييجي يلعب في ليفربول، ولكن هو راح تشيلسي يقدر بيدرو نيتو إن هو يسجّل الهدف التاني لتشيلسي في الدقيقة 92 وطبعًا خلاص كان الماتش انتهى، وحَصْرة ماركو سيلفا وهو بيشوف إن هو أنا لحد الدقيقة 82 أنا كسبان، بعديها ب10 دقايق أنا باخسر الماتش، ولكن هي دي كرة القدم وهو ده الدوري الإنجليزي. الماتش التالت كان مان يونايتد وولفرهامبتون في ملعب أولد ترافورد، والمهزلة المستمرة ل مانشستر يونايتد بالهزيمة، وولفرهامبتون لأول مرّة في تاريخه يكسب مان يونايتد ذهاب وإياب. كسبوا في ملعبه في المولينو في ملعب وولفرهامبتون، وكسبوا النهارده في أولد ترافورد، وده يعكس لك الحالة اللي عليها مان يونايتد. يا جماعة مان يونايتد ما بقاش فريق كبير، للأسف ما بقاش فريق كبير، ولا مش للأسف أنا مش فارق معايا، أنا كده، كده باكره الفريق ده، أنا كده، كده باكره الفريق ده، لإن أنا راجل مشجع لليفربول، فأكيد مش هاتمنى الخير لمان يونايتد، ده الطبيعي يعني، وهُم كالعادة يعني العكس. فالصراحة تحس إن هُم يعني أنا في رأيي لو كده يا جماعة اقفلوا نادي مان يونايتد واعملوه كشك سجاير، أو يعني فاهم، بيعوا فيه فانيلات وتيشيرتات وبتاع، حوّلوه لمعرض رياضي، لكن إن أنتم تلعبوا كورة بصراحة يعني الصراحة فريق مان يونايتد أي حد بقى بيدّي له على وشه، أي حد بيستهفأه، فريق هفق، فريق يعني فاهم، مشّوا تين هاج علشان يجيبوا أموريم، فنفس النتايج يمكن أسوأ كمان، تحس إن هو فريق ضحك يعني، مبروك لولفرهامبتون. آآ عاش وولفرهامبتون بيعمل أداء حلو من ساعة ما غيّر المدرب بعد أونيل، جاري أونيل، بالنسبة لمان يونايتد هو دلوقتي ما قدّاموش حظوظ تانية غير إن هو يلعب على اليوروبا ليج، على عسى يعني على أمل إن هو ممكن يكسب اليوروبا ليج ويتأهل السنة الجاية في الChampions League، لإنه هيبقى في 5 فرق هتتأهل من الChampions League من الدوري الإنجليزي، وهو يبقى السادس بما إن هو كسب اليوروبا ليج، ده لو حصل يعني، وإن شاء الله ما يعملوهاش، مش ناقصين عاهات تبقى موجودة في الChampions League. تالت حاجة ماتش ليفربول طبعًا وليستر سيتي، أو ليستر سيتي وليفربول، بما إن الماتش كان في ملعب ليستر سيتي في الking power، وبصراحة الأداء ما كانش أحسن حاجة. ليفربول بدأ من الأول الماتش بيضغط على ليستر سيتي في ملعبه، لإن ليستر سيتي هو أكتر فريق أسوأ دفاع وأسوأ هجوم، يعني فريق 9 ماتشات ما سجّلش ولا هدف، فاهم، فأنت بتلعب مع فريق ما سجّلش ولا هدف خلال الدوري، خلال آخر 9 ماتشات في الدوري، ودفاعه بيتلقى أهداف كتير، ويعني مش أحسن حالًا، فأنت المفروض إن أنت تروح تبدأ تضغط عليه، تحاول إن أنت آآ تلعب عليه ضغط عالي، تحطّه في منطقة جزائه، ولكن ليفربول تحس إن هو بيلعب خلاص يا جماعة اللعيبة متطمنة إن ليفربول خلاص كسبان الدوري، فأنا باقتصد في الجول، أنا هالعب على أساس إن أنا أجيب جول أو حاجة وتمام، أنا فُل كده ما فيش مشكلة. كورة في البداية صلاح بيلعبها بتيجي في القائم، بترُد القائم تاني تحس إن هو كان بيلعب بلياردو، تخرج بعديها كورة تانية صلاح بيشوطها بيصدها الحارس، بعد كده كورة تالتة صلاح بيشوطها بتيجي في الحارس والقائم وتخرج. ده كان الشوط الأولاني، ليفربول بيحاول إن هو طول الوقت يسجّل جول بدري بس ما قدرش، هم راحوا بكورة واحدة شاطها ndidi جات في القائم، ثم بعد كده الشوط التاني ليفربول اتجاه واحد، الماتش في اتجاه واحد، ليفربول بيضغط، ليفربول بيحاول إن هو يبقى أكتر قوة، ولكن برضه نفس الفكرة، أنت بتشوط فبتيجي في لعيبة بيصدّها حارس المرمى، بتيجي في القائم. وبعد كده بدأ أرني سلوت إن هو يستغنى عن طريقة اللعب اللي هو كان بيلعب بيها، وطبعًا بدأ 4-2-3-1 ولاعب دياز كمهاجم وهمي، وأنا دايمًا باشوف إن دياز ما بيقدرش يقدّم الدور ده، دياز أو خاكبو خطورتهم لمّا بييجوا من على الطرف من على الأجناب، ولكن لمّا أنت بتحطه كمهاجم وهمي علشان يبدأ يقوم بالدور زي اللي كان بيعمله فيرمينو، لأ طبعًا مش هيقدر يعمل الكلام ده، فبدأ يسحب خاكبو ونزّل دييجو جوتا اللي بيلعب striker، وبعد كده سحب سوبوسلاي وسحب برادلي ونزّل كورة أرنولد ونزّل إليوت، من هنا بدأت تحس إن أنت إيه، لأ أنا هابدأ أضغط شوية في نُص الملعب، هابدأ إن أنا أحاول إن أنا أضغط على وسط ملعب
ليستر سيتي، واحاول إن أنا أستخلص الكورة بسرعة وأبدأ أفتح الأجنحة سواء محمد صلاح أو دياز، وبينزل يسقط دييجو جوتا بحيث إن هو يسحب أحد المدافعين وبيخش من وراه إليوت. اتكررت الكرة دي شوية اتسببت من الضغط ده بتاع ليفربول إن ييجي كورنر، اتلعب الكورنر، لعبوا فان دايك صدّها الحارس جات لمحمد صلاح، لعبها جات في القائم، بعد كده اتردت لجوتا جات في القائم، ورجعت لأرنولد اللي دخل برجليه الشمال شاطها هدف وجري واحتفل وقلع التيشيرت وبتاع وبيورينا عضلات الsix packs وعضلاته وبتاع، زي ما يكون بيقول يا جماعة أنا لسه ما مشيتش، أنا لسه مع ليفربول، أنا لسه موجود، وأنا هاحاول إن أنا أصارع على إن إحنا أفوز مع ليفربول باللقب، حتى لو مشيت يبقى ماشي بشكلها إيه لطيف، يعني إن أنا كنت بأدّي وأنا ما قلعتش التيشيرت ولأ بالعكس أنا باعمل كل حاجة لليفربول لإن ده النادي اللي عملني وهكذا. بعد الهدف ليفربول حاول بكرة تانية برضه عن طريق محمد صلاح، وبعديها كرة تالتة عن طريق إليوت، ولكن ما جاتش أهداف، واستمر هذا المنوال إن ليستر سيتي بيحاول وليفربول خلاص أنا تمام أنا عايز أأمِّن النتيجة 1-0 أنا يكفيني آخد ال3 نقاط، يفضل لي كده ماتش واحد لو كسبته بغض النظر عن أرسنال، فأنا تمام أنا أبقى بطل الدوري. وهو ده اللي لعب عليه وتمام، وفي الماتشات دي ما بتفرقش أوي بقى أنت المستوى بتاع اللعب عامل إزاي أو طريقة اللعب عاملة إزاي، يفرق إن أنت خلاص أمِّنت المكسب، خدت ال3 نقط اللي أنت عايزهم، دلوقتي فاضل لك ماتش واحد وهيبقى على ملعبك قدّام توتنهام في الأنفيلد، ولو كسبته هيبقى الاحتفال احتفالين إنك بتكسب توتنهام وتاخد لقب الدوري وعلى ملعبك في أنفيلد، فهتبقى حاجة جميلة إن شاء الله، ده هيبقى يوم الأحد الجاي، فيعني خلاص أنت ليفربول هو ده اللي يهمه دلوقتي وهو ده اللي بيفكّر فيه. فالحمد لله أنا مش هاتكلّم كتير في الكورة عن ماتش النهارده وعن الtactics وعن الفنيات مش فارق معايا، المهم معايا ال3 نقط وده اللي إحنا حققناه وده اللي كسبناه. فأنا بالنسبة لي تمام، بالنسبة لي بس لاعب المباراة النهارده من وجهة نظري المتواضعة هو كان أليكسيس ماكاليستر، وماكاليستر بيثبت كل يوم عن يوم إن هو لاعب لا غنى عنه في ملعب ليفربول، من الناحية الهجومية، من الناحية الدفاعية، من ناحية بناء اللعب، من قطع الهجمات، بصراحة صفقة كانت ممتازة لأليكسيس ماكاليستر اللي بالنسبة لي هو راجل المباراة النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة، وتكتب لنا في التعليقات دلّعنا بقى كده تعليقات حلوة، مبروك ليفربول الدوري، الدوري في ليفربول، هنحتفل مع بعض، الكلام الحلو ده، لحد ما نشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.